السلام عليكم. امبارح في مباراة الزمالك متسيدة أمام الاتحاد السكندري. مباراة هي ما عرفت بص باللعيبة الحالية. بص لعبتها في ماتش مع الزمالك في الفترة الحالية اتهدفتين في كيسي في مباراة واحدة. المباراة اللي الزمالك كسبها امبارح كان هو متسيدها بالتهم على الفريق السكندري. الاتحاد امبارح كان حرفيا بيفلفص، وخصوصا بعد الطرد اللي جه لهوزاني محمد بعد اللي كان بيوقع امبارح. لكن المباراة خلصت بنتيجة 0 بهدف ناصر منسي وكمان دونجا. خلينا نقول ان الزمالك امبارح كان اهم ما يميزه امبارح هو الضغط الكبير اللي كان عامله لعيبة السكندري، وخصوصا في الشوط التاني. كنت تشوف الكرة مع عبد الله السعيد كان يحركك بكل بساطة. التشكيلة اللي عملها الزمالك امبارح هو اللي خلاه هو حاجة تمام. بس الزمالك امبارح كان من أهم ما يميزه عبد الله السعيد. لكن خلينا نقول إن بعد الماتش كان في الإستانبولس كان عامل مؤتمر صحفي، كان هو بيتكلم عن اللعيبة اللي عايز كده لا تمشي لفت نظري إن كان معاه مش لك وكمان اتنين كان عنده أو الدك امبارح تمام. لكن هو قال لك أنا عاوز لاعب معين، واللاعب المعين اللي قال عليه بيرسي تاو ده هو النادي الأهلي المنتقل من فريق إيفرتون الإنجليزي لكن أو برايتون. لكن هو أهم حاجة في بيرسي اتحرك وده مش بيلعب من الزمالك، وده تحس إن مشان زيزو ممكن يمشي الفترة الجاية، ولكن هنا مش عايزين نثبت حدث إن هو يمشي. الناس اللي مش ماشية أنا قاعد أتمنى يكون بيبسي تاو موجود في الزمالك. بيبسي تاو من أهم الأجنحة اللي كانت موجودة في النادي الأهلي، خصوصا لما كان النادي الأهلي في بدايته مع بيبسي تاو هو اللي بيبسي مبدأ مع النادي الأهلي. طبعا أي حد بيروح الأهلي والزمالك بيعزف شرفا، خصوصا إن أكبر فرقتين في أفريقيا حاليا هم الأهلي والزمالك. طبعا هذه كانت كسبت من بطولة أفريقيا، الزمالك كان كسبت من بطولة الكونفدرالية، بطولة كبيرة وبطولة كبيرة، ودي بيشارك فيها فرقة كبيرة ودي بيشارك فيها فرقة كبيرة. الأهلي بيقول لك الزمالك مش فرقة 11 من لعب كونفدرالية وبيلعب قدام فرق قليلة زي مثلا أونيامبا الكلام ده، لكن الأهلي كان بيلعب قدام سجرادة دوري أبطال، بس سجرادة ده مش موجود أصلا، فرق كتير جدا مش موجودة. لكن خلينا ما نسبش الأحداث، احنا قدام فرق قوية. برغم هي برضه هي كيني فرق مش موجودة، كانت موجودة فرق دوري أبطال السنة دي هتكسبها رايح جاي، زي ما كان كسبها في فريق من 5 سنين. المزاش الأحداث ونشوف مين اللي هيحصل الفترة الجاية ويرسي في الزمالك ولا لأ. سلام عليكم.